اسمعوني يا اللي عايزيني أدافع عن أبو بكر ظلما وزورا. بنت رسول الله موجودة في المسجد وأبو بكر في المسجد، ووجدت خصومة بين فاطمة وبين أبي بكر، عمياني كده تصف مع مين؟ يلا أنا بقى يا أهل السنة إما أنني أعرفكم إن شاء الله بتعاندوا عشان تروحوا جهنم، يا إما إن أنا أفتح لكم النور عشان تروحوا الجنة. تقف مع أبو بكر تصف معاه ولا تصف مع فاطمة بنت رسول الله؟ عمياني. أنا بديك نص دقيقة تفكر. 3/4 قومي هيقولوا مع أبو بكر. طبعا. ليه يا سيدي مع أبو بكر؟ لأن أبو بكر ده لو وزن إيمان الأمة، لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبو بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. طبعا في سني ما يعرفش الحديث ده. ده ممكن ان انت من يوم من المهد للحد تسمع الحديث ده. انا عايزك كده تقول لي شيخ بره بيقولوا الاقي فيلم الكرتون ده الحديث ده فين. عايزك تقول لي الحديث ده مكانه فين، بتاع وزن لو وضع الايمان ابو بكر في كفه والامه في كفه لرجحت كفه ابي بكر. فين الكلام ده؟ مش موجود. كذب، تزوير مطلق. إنما الثابت عندنا إن فاطمة بضعة من رسول الله، هي حتة منه. يؤذيني، هكذا قال رسولنا، يؤذيني ما يؤذيها. أبو بكر يعرف دي ولا ما يعرفش؟ أكيد يعرف إنها سيدة نساء العالمين، يعرف إنها سيدة نساء أهل الجنة، يعرف إنها بنت خديجة اللي هي سيدة نساء وكملت من النساء واحدة من 4، يعرف إنها بنت رسول الله اللي قال عليها الكلام ده، يعرف إنها مرات علي بن أبي طالب اللي من كنت مولاه فعلي مولاه، يعرف إنها أم سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، يعرف إنها خالها، يعرف إن ابن عم أبوها جعفر الطيار، يعرف إن عم أبوها سيد الشهداء حمزة، طيب معرفتك يا أبو بكر بكل الكلام ده وجات لك تقول لي اديني أرض فدك، ألا تعطيها؟ تقول لي هنا أبو بكر معافى، تقول لي أبو بكر غير مسؤول. والله حسني مبارك والسيسي وحكامنا الفاسدين كلهم لو جات لهم بنت رسول الله تقول لهم ادوني شرم الشيخ على مصر، هيقولوا لها ده لازم يعملوا بيها شغل. بنت رسول الله جات لي تطلب شرم الشيخ، خديها يا اختي. قال لا دي انت بنت رسول الله. في حد ده رسول الله اللي عملنا بني ادمين. يقوم ابو بكر يتنكر لبنت رسول الله وتقول له فاطمة أترثك ابنتك ولا أرث أبي؟ يا سني يا سمعني وأنا مثلك، تريدني أن أصفق لأبي بكر وأدخل النار؟ فاطمة بنت رسول الله ماتت غاضبة عليه، والله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. يا عدنان يا إبراهيم يا عرعور يا عريفي، بنت رسول الله غضبت،
حساب بنت رسول الله إنني مطمئن أصف مع فاطمة وكل اطمئنان، أصف مع فاطمة التي أصلي عليها في صلوات الخمس، أصف معها وأنا مطمئن أن الله راض عني، ولن أصف مع أبي بكر بدون سب أو قذف أو لعن، لكن تريد أن تحملوني أن أعيش مزورا لأعيد أحاديث مزورة على رسول الله. ووالله أبو بكر وعمر ما سمعوا هذه الأحاديث في حياتهما، وأن هذه الأحاديث صنعت في زمن معاوية واختلقت وافتعلت، لأن معاوية ما وصل لما وصل إليه إلا بأبي بكر،